ردا على اليمني اللي ما هو عاجبه قرار توطين الاتصالات ونظام الكفالة في السعودية. أولا، هذه قرارات داخلية، من حق السعودية اتخاذ أي قرار متى ما تشاء وكيف ما تشاء وتطبقه على من تشاء، واللي ما هو عاجبه بلده أولى به، ومن ظلم فليتقدم بمظلمته بما يثبت لشرع الله ويأخذ حقه. ومن أكل حرام بالنسبة للكفلاء فحرام في بطنه وفي بطن عياله، والله سبحانه وتعالى اللي بيحاسبه، لا لها علاقة لا في الدقون ولا في المساويك زي ما تفضل حضرتك. أما بالنسبة لعفاش فعفاش خدعنا فيه كما خدعتم أنتم اليمنيين فيه. كنا نحسب أنه رجال وشنب، ولكن للأسف أنه طلع أهلامه وطلع ذنب. ووالله لو أن السعودية ما تدخلت أنك الآن عبد للخمائن في إيران، فاحمد الله. وكما قيل والله إن الله أتى بالملك سلمان في الوقت المناسب، نسأل الله أن ينصره وأن يطيل في عمره على طاعته. وأما بالنسبة للمقيمين في المملكة فالمملكة مفتوحة للجميع. انت عارف أنه آخر إحصائية عدد المقيمين في مدينتين بس في السعودية، جدة والجبيل، يفوق عدد المواطنين. السعودية تضم أكثر من 200 جنسية، كلهم يعاملون سواسية، إلا أنه في بعض التسهيلات لإخواننا اليمنيين والسوريين والفلسطينيين نظرا لظروف الحرب عندهم. نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يلطف بإخواننا المسلمين المستضعفين فيهم. لازم يكون في نظام يضبط الجميع، لأنه لو ما كان في نظام للمقيمين عانينا من سواليف المخدرات والمسكرات والحشيش وبيوت الدعارة كما عانينا منها سابقا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم بما شاء. وأما بالنسبة للنقطة الجوهرية وهي تهكمك وتطاولك على شباب السعودية وأنما هم حقين شغل، فأنا بعطيك من أرض الواقع مثال. المملكة العربية السعودية حرب في الجنوب وتأهب في الشمال وعين ساهرة على الخونة في الداخل، وتسهيل للحجاج كل عام وللمعتمرين طوال العام، وفوق ذلك إساءات إعلامية وحرب اقتصادية وتهديدات دولية، والناس عايشين آكلين شاربين سعوديين ومقيمين، لا حظر تجول ولا تضخم اقتصادي ولا سين ولا جيم. أتحداك تعطيني بلد في خريطة العالم كله مثل السعودية. طبعا في نهاية رسالة اليمني قال أتمنى أن تصل رسالتي. وصلت رسالتك وهذا ردي عليك، وأنا أتمنى من كل قلبي أن تصلك رسالتي وأن تصل للجميع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل المشركين الكافرين المعتدين، وعلى رأسهم الروافض الكفرة القتلة. والسلام عليكم.